واخيرا قررت انزل لكم المكياج اللي انا كنت عاملاه في حلقه السفيره عزيزه على دي ام سي لما كنت رايحه اعمل لهم شويه ماسكات. مع ان الميك اب ده ما عجبش ناس كتير، بس يعني قلت انزله لكم على سبيل جلد الذات. اول حاجه عملتها هي العدسات دي من ديسيو، لونها عسلي. تاني حاجة عملتها رطبت تحت عينيا بالمجموعة بتاعة كيوتن اللي أنا بستخدمها بتاعة بالية. هي ألمانية خطيرة خطيرة خطيرة، بحبها جدا. وده السيرم بتاعها. الأولاني كان المجموعة الكريم بتاع تحت العين، وده سيرم للبشرة. هو محارب للتجاعيد أكتر، فبحس إن هو بيعمل إفكت وقتي وبيشد وشي بطريقة حلوة ويرطبه بطريقة حلوة. وينفع قبل الميك اب، ودي كانت برضو حاجة مهمة بالنسبة لي إن أنا أرطب كويس قبل الميك اب. ابتديت بقى احط كونسيلر. ما حطيتش فاونديشن عشان في حد وصاني وقال لي ما تحطيش فاونديشن عشان هيبقى شكلك مش لطيف في الفاونديشن، فقلت احط كونسيلر، بس انتقمت شويه كترت شويه كونسيلر علشان انا مش هحط فاونديشن. فده حطيته بتاع شي جلام الكونسيلر ده. مكياجي في الحلقة كان بسيط شوية، او في ناس يعني قالت لي ان هو بسيط زيادة، فكان المفروض انت رايحة التلفزيون تعملي ميك اب ازيد شوية من كده. بس انا ما بحبش نفسي في الميك اب التقيل، وده بالنسبة لي كده اوفر الاوفر والتقيل التقيل. بس برضه هو تقريبا قدام الكاميرا الميك اب بيبقى اخف من الطبيعة. ثبت باللوز باودر بتاعت ساسيمي بعد الكونسيلر، وبعد كده هعمل حواجبي بال بالمصحح ده بتاع مية سينما متهيألي، باللون البني بتاع مية سينما. انا بحب دايما برضو استخدم في الطبيعي بتاعي المصحح الباودر، وبرضو وانا رايحه عملت نفس الكلام، مرضتش استخدم حاجه اوفر او حاجه هيفي على البشره او تقيله او تغير ملامح وشي. تاني حاجه بقى علبه الاي شادو دي، كانت انا هلبس الدريس اللي انا هلبسه رمادي في فوشيا، فانا مرضتش احط اي فوشيا في عينيا، مش عارفه، حسيت ان انا ممكن اكون واخده بنيتين، فرحت حطيت بنيتين تانيين، وهم ان انا حطيت الالوان دي. علبه اي شادو كانت عندي من كيكو كلها رمادي والوان ترابيه كده اللي انتوا شايفينها دي. ما تعرفوش بقى عملت ايه في عيني، حطيت كام لون كده يعني وزعته على الجفن بتاع العين عشان اكسر العضمايه، وبعد كده غمقت من الجناب وحطيت لون فاتح في النص. المهم انا استخدمت الثلاث الوان الاربع الوان اللي في الباليت وخلاص، يعني علشان ايه ابقى برضو كلفت نفسي وما بقاش استخسرت في عيني حاجه. بعد كده الحركه دي بتظبط الاي شادو جدا. نضفت باللوس باودر التوزيعه بتاعه الاي شادو، فادت كده شكل العيني. انا مستلطفه جدا، مش عارفه الناس كلها لما تقول لي ده كان خفيف قوي، اهو يا جماعه انا حاطه كيلو بودره وكيلو اي شادو على عيني وعلى وشي. بعد كده غمقت بالباودر دي من لوريال، عملتها بدل الكونتور عشان برضه ما كنتش عايزه احط كونتور بما اني مش حاطه فاونديشن، فانا هحط كونتور فين علشان ما اغمقش بزياده يعني. فغمقت شويه كده الخدود والنوز والقوره من فوق. وبعد كده حطيت الهايلايتر ده. طبعا ما اقدرش يا جماعه ما احطش هايلايتر، انا بعشق الهايلايتر حتى وانا مش حاطه فاونديشن. نسيت اقول لكم بقى تعملوا لايك كده وانتوا يعني بتتفرجوا على الفيديو لو لسه مكملين لحد دلوقتي، وابقوا سيبوا لي كومنت حلو، قولوا لي رايكم في الفيديو في النهايه، يعني قولوا لي رايكم في الميك اب، او كان ناقصني ايه والمفروض ان انا اعمله، يعني لان انا حسيت ان انا ما نسقتش الامور زي ما كانت المفروض تتنسق. بعد كده حطيت الماسكارا دي من ايسنس. بعد كده الهايلايتر كان من ايه، من شيجلام، بتاع شيجلام حلو قوي ورخيص قوي والبيجمنت بتاعه خطير، بحبه جدا. ابتديت بقى احط روج، جبت 3 درجات روج، 3 درجات روج من عندي، التلاتة على بينكات عشان كنت عايزه حاجه على بينك منوره شويه بما اني حطيت الوان ترابيه في عيني، فلازم بقى نعمل البلاشر وردي والروج وردي. حطيت اول درجه دي كانت من كيكو، حسيت انها مات قوي يعني مطفيه شويه والدرجه بتاعتها فاتحه، رحت حطيت تاني درجه عليها دي من سيبال. الدرجه دي خليتها جلوينج شويه، يعني ماشيه شويه مع اللمعه اللي في بشرتي دي. بس برضو حسيت ان هي ناقصه حاجه، قلت ما زعلش درجه الروج التالتة، ودي كانت من اوريفلام، فالتلاتة حطيتهم على بعض، يعني عمل روج تقيل كده وثابت لحد اخر اليوم الحمد لله. بعد كده حطيت البلاشر ده من كيكو حلو قوي، بحبه جدا جدا وبحطه في الايام العاديه. تقريبا انا استخدمت معظم الحاجات اللي انا بستخدمها في الديلي يوز، يعني في الايام العاديه بتاعتي. حطيت بعد كده البلاشر من كيكو اللي انتوا شايفينه ده، هو بيدي لون وردي كده بس بيلمع حلو قوي، هو تحس ان هو من بتوع زمان، بس انا بستلطفه جدا وبيدي الوش شكل طبيعي شويه. ابقوا بقى قولوا لي رايكم في الميك اب في النهايه، او قولوا لي كان ناقصه ايه. ما تنسوش تعملوا لايك من ابو قلب على الفيديو، قولوا لي عايزين فيديوهات عن ايه الفتره الجايه، وبقولوا لي رايكم في الحلقه، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو. باي.